كتير مننا اليومين دول بيسمع عن مشاريع جديدة بتطرح بيتقال عليها لونشنج أو في البري لونشنج، موجودة في الساحل الشمالي أو في القاهرة الجديدة أو في العاصمة الإدارية الجديدة والتجمع الخامس. في الفيديو ده عايز أقول لحضراتكم مميزات وعيوب إنك تشتري في مشاريع جديدة لسه بتطرح، وإزاي تاخد بالك من بعض النقط المهمة جدا، وإزاي تاخد قرار إذا كنت تحط AOIs أو تحط حجز مبدئي باستمارة حجز في مشروع أو لأ. مع حضراتكم المهندس مهدي رجب، CEO لشركة توب مانجمنت، وخليني أقول لحضرتك إيه الفرق ما بين الاتنين وإيه المميزات وإيه العيوب. الحقيقة المميزات إنك أنت تحط استمارة حجز أو AOIs في مشروع لسه بيطرح أكتر من العيوب، بس برضو هقول لحضرتك المميزات والعيوب. أول ميزة إن أنت بتشتري بالطرح الأول، يعني المشروع ده لسه مطروح جديد ولسه فيز جديدة بتطرح، بتاخد ميزة إن هو بيطرح بالطرح بالأسعار المبدئية. يعني في الساحل الشمالي مثلا شركة المراسم مثلا لسه نازلة بمشروع جديد، شاليهات هتبقى موجودة، متوسط السعر مثلا 12 مليون. بعد ما اللونش بيخلص بعديها ممكن بشهرين أو بثلاثة، بتلاقي إن في من 5 ل 10% في بعض المشاريع بتزيد. فأنت أول استفادة بتستفيد بيها إن أنت بتشتري بسعر الطرح أو بسعر الافتتاحية أو بسعر طرح المشروع. دي أول ميزة. تاني ميزة ان انت بيبقى الفرايتي والانفنتوري او المطروح قدامك كتير، فبتختار براحتك. تالت ميزة انك انت الاماكن المميزة والوحدات المميزة بتختارها براحتك. رابع ميزة انك انت بيبقى فيه بيمنت بلان طويلة المدى، يعني مثلا لو المطور عامل 10% مقدم على 7 سنين، غالبا في طرح المرحلة الثانية او الثالثة بيبقى ممكن 20% على 6 سنين او مثلا 10% على 6 سنين. فدي لانك انت كل ما بتقرب من الاستلام كل ما عدد سنوات الاقساط بتقل. فدي 4 مميزات. خامس ميزة انك انت حضرتك بتبقى ليك الاولويه وانت بتختار، ان بيبقى فيه استمارات، حضرتك ممكن تدخل استماره رقم 30 رقم 40 رقم 60، فبيبقى ليك الاولويه ان انت تختار من ضمن الوحدات المطروحه سواء اداري تجاري طبي سكني قبل اللي بعدك دايما هو اللي بيختار من الوحدات المتبقيه. فدي بعض المميزات. طب ايه هي العيوب؟ اول حاجه، لو المطور ملوش سابقه اعمال ما تدخلش معاه، لانك انت حضرتك هتاخد ريسك انك انت هتنتظر وفلوسك تفضل موجوده، وعقبال ما تستردها ممكن تدخل في شهر او شهر ونص. فلو المطور مش براند نيم ما تقلقش، استنى لغايه لما يطرح المشروع ويطرح الانفنتوري واختار براحتك. يبقى لازم المطور يكون ليه اسم كبير، دي اول عيب. تاني عيب كمان انك انت حضرتك لو حضرتك داخل مع مطور مش كبير مش براند نيم، عقبال ما بتسترد الفلوس بتاعتك يعني حتى لو الاستماره مكتوب فيها ان الفلوس مسترده، بتدخل في ديبيد وما بتلاقيش فيه كاستمر سيرفيس محترم، ما بتلاقيش فيه متابعه كويسه جدا انك انت ممكن ان انت تسترد الفلوس بتاعتك بكل سهوله، لان دلوقتي بقت الاي او ايز من 50 ل 100 الف جنيه. طيب، تالت عيب، تالت نصيحة، لو المطور واخد موقع مش مميز في مكان مش مميز ما تخشش معاه من البداية. يعني في حالة ان المطور براند نيم كبير قوي، وفي حالة ان المطور او لو مش براند نيم او مش اسم كبير بس واخد ارض مميزة، زي مين ماركس مثلا اللي خدت في شارع التسعين الشمالي شركة جديدة بس موقع مش موجود ومش اي حد بيقدر ياخد، او الارض دي مش اي حد خدها، باع الوحدات الفندقية بتاعته في 4 ايام خلصت بالكامل. ففي ساعات مشاريع بتطرح مع مطور ملوش سابقة اعمال بس الموقع ممتاز جدا مش هيتكرر تاني، فده برضو اجري عليه بسرعة احجز معاه. لكن عكس ذلك لا. طيب، من العيوب التانية اللي موجودة ان الماستر بلان مش موجودة قدامك، فانت ما بتقدرش تتوقع الخدمات اللي موجودة هتبقى عاملة ازاي، الفلور بلان هتبقى عاملة ازاي. فلازم، يعني هديكم مثال لشركتين. ارك بلان من الشركات اللي طرحه مكاتب اداريه في الحي المالي، الشركه سمعتها كويسه وبنت المشروع بتاعها بسرعه اللي هو الاولاني اللي في الحي المالي، فبقى كده في اطمئنان ليها. النقطه الثالثه، موقع مميز جدا قدام البنك المركزي جنب البورصه،
ف... فده لا اخد معاه، ما تقلقش. حتى لو الماستر بلان والفلور بلان ممكن يطلع فيها عيوب بعد كده، مش مشكله، احجز والفلوس مسترده هتعرف تقيم. لكن في شركه جديده بدون ذكر اسماء، مش شركه جديده، شركه خدت 4 مشاريع لسه ما بنتش منهم طوبه في الداون تاون وبتطرح المشروع الخامس، لا ما تحجزش معاهم. فلازم تقيم الموضوع قبل ما تحجز برضه. ومن العيوب التانية اللي موجودة زي ما قلت لحضراتكم، الماستر بلان كل ما تكون مطروحة وموجودة كل ما يكون أفضل. المراسم في الساحل الشمالي نازلين بمشروع جديد، بس بص المراسم، فالمراسم أكيد هتعمل حاجة محترمة، فدول أدخل معاهم. وحتى هم سيلكتيف قوي، بينقوا مين اللي هيبقى عندهم ومين اللي مش هيبقى عندهم، وليهم هيستوري قوي جدا. شركة بن لادن من الشركات الكبيرة، فدول أحط معاهم اي ايز. دي المميزات ودي العيوب. ونسيت اقول لحضرتك، انت بتكسب كمان في انك تاخد في طرح مشروع، يعني تاخد في اللونشنج، انت بتكسب تقريبا من 5 ل 10% زياده عن اللي هياخد بعد كده في المراحل الثانيه. لان اللونشنج من مرحله من البري لونشنج لغايه ما اللونشنج يخلص فيه 10، وفي بعض المشاريع بتوصل ل 15%. فدي من المميزات اللي موجوده. طيب لو الشركه طرحه لو الشركه دلوقتي، خلي بالك حتى لو براندنج بقى، هنا في حاله سواء مطور معروف او مش معروف، لا ما تاخدش معاه، بالذات لو انت بتستثمر مش عايز تشغل او تسكن. لو المطور فاتح المرحله الاخيره، يعني باع تقريبا 70% ومتبقي بس 30%، ما تاخدش معاه. يعني خلاص في كذا حد خد قبليك هو كسب. فلو المطور واخد، لو المطور باع فوق ال 60% من المشروع، يعني لغايه 60% حلوه قوي، لكن بعد ال 60% لا، دور على مشروع تاني يكون افضل، عشان عمليه دوره المال، ما هو المال ليه مانجمنت برضه، دوره المال تكون عدى بيها مره واثنين وثلاثه. هقول لحضراتكم على نقطه، هو احنا ليه بنشتري في مشاريع تحت الانشاء؟ ليه بناخد الريسك وبنشتري في مشروع لسه ما اتطرحش وبنستنى 3 سنين وسنه بعد الاستلام عقبال ما نأجر، والمرافق ممكن تتأخر، يعني ممكن اقعد 5 سنين عقبال ما اقدر استفيد من الاستثمار العقاري اللي انا خدته، باستثناء الريسيل طبعا، انت ممكن تعمل ريسيل بسرعه، عشان خاطر هو في ميزه ان انا بدفع 10% مقدم والبيع على 7 سنين، وفي ميزه ان انا بقدر اكسب واعمل ريسيل والوحده بتاعتي بتزيد. بناء عليه انت كمان وانت بتختار او انت بتشتري وانت بتاخد الريسك، خد الريسك مع حد، في النهايه ده اسمه ريسك، خد الريسك مع حد مضمون ومعروف، وادخل في لونشنج مع اسماء كبيره ومعروفه او مشاريع فريده من نوعها. وانا وشركه توب مانجمنت بنقدم لحضرتك استشارات مجانيه، وتقدر حضرتك تشتري عن طريقنا، او حتى لو مش بتشتري عن طريقنا تقدر تبعت لي على الواتساب المشروع اللي انت عايز تحجز فيه وتشتري فيه، وانا اقول لحضرتك اذا كانت الشركه دي تحجز معاها او لا، او هتكسب ازاي، وباعت قبل كده او ما باعتش قبل كده، وايه الهيستوري بتاعه، وهل هي عندها سابقه اعمال ولا لا، عشان تدخل تشتري معاهم. شكرا.